مرحبا، هي العد السيل في قرية الموسى التراثية، والله يحييكم. السعادة دائما في القلوب وفي الصدور وليست في المكان. قرية الموسى التراثية فيها أكثر من 32 بيت، وكلها تم إعادة ترميمها وتأهيلها على نفقة الشيخ سعيد العنقري الله يجزيه بالخير. إضافة إلى عندنا عدة أماكن أو أركان، اللي هو ساحة الفوزان التاريخية التي أقيمت فيها حرب زهران مع الدولة العثمانية عام 1329 واستمرت إلى 1331. عندنا برضو عدة حصون، اللي هي حصن المولج، حصن الزاهر، حصن أبو الخير، وإضافة إلى حصن الشيخ سعيد العنقري الله يجزيه بالخير. عندنا يا جماعة الخير برضو كان في هنا مدرسة، اللي هو مدرسة المواريث، موجودة في نفس القرية هذه. عندنا المسجد القديم أو المسجد الأثري، وكنا زمان نسميه مسيد وليس مسجد. فعندنا برضو المرصد الزراعي أو المرصد الفلكي أو المزولة، وهي عبارة عن فتحتين في نفس الجدار، وهذه دلائل على أفكارهم ومقترحاتهم زمان، أنه كان الفكرة عندهم أن الشمس إذا دخلت مع الفتحة الأولى الفتحة الثانية تضرب في زاوية المسجد، ويحسبون 14 يوم في السنة كاملة موسم بداية الزراعة في نفس قرية الموسى. قرية الموسى طبعا إذا بدأت تزرع، بدأت جميع القرى اللي محيطة بقرية الموسى تبدأ تأخذ هذه الفكرة وتبدأ تزرع. طبعا هذه النقوش اللي نشاهدها، هذه النقوش الأثرية اللي موجودة في نفس البيبان والزفر والشبابيك، هذه طبعا من عمل الفنان اللي هو حسن بن عمير الغانمي، فمخلد اسمه طبعا في نفس البيبان هذه، وبالشكل هذا في كل باب مخلد اسمه هنا، وهذا اسم الشيخ حسن بن عمير الغانمي الله يعطيه طولة العمر. البيت هذا إعادة ترميم له وتأهيل عام 1377. طبعا بتكلم لك عن متحف قرية الموسى. المتحف هذا حاولنا نجمع أكبر عدد من القطع اللي موجودة ودفنت تحت البيوت طبعا كانت كلها منهارة على نفس هذا القطع، فحاولنا بقدر المستطاع إن نحصل على العديد من القطع. عندنا هنا لا يقل عن 1500 قطعة كلها موجودة هنا، وكلها معروضة للزوار بحيث أن الزائر يجي يشوف الأدوات اللي كانوا يستخدمونها زمان. عندنا هذا يسمونه المحش زمان، عندنا شيء يسمونه المحطاب. طبعا المحش هذا الصيني الجديد، وهذا القديم الخشب. هذا يسمونه الرص. عندنا الرص طبعا عزل بين بيتين، هذاك بيت وهذا بيت، كل بيت له خصوصيته، بحيث انه يتسامرون طول الليل ويتسولفون يتكلمون خلال الجدار هذا. اول شيء حمايه للاعداء اللي من برا، ويهابونهم يفكرونهم مجموعه كبيره في نفس البيت، بينما تحصل شخص او شخصين بالبيت الواحد. اضافه الى ايش؟ انه ونس في البيت نفسه. الحرمة اللي هناك تتكلم عن الحرمة هذه طول الليل ويسولفون، كل واحد يحط فراشه وينام. طبعا الجبة هذه يا جماعة الخير من أغلى القطع موجودة عندنا في المتحف هذه، وصنعت في نفس البيت هذا ورجعت لنفس البيت هذا، فلو تشاهدون الزخرف اللي عليها والجمال اللي عليها. طبعا يصعب علينا أن نشرح لك كل القطع اللي موجودة هنا، لأن عندنا ما شاء الله كم هائل من القطع، ولكن نروح مكان ثاني إن شاء الله وحياك الله. طبعا هذا بيت جدي محمد بن عازب رحمة الله عليه، وجدي محمد بن عازب الله يرحمه ويغفر له بنى هذا البيت، وسكننا نحن في البيت هذا فترة طويلة. طبعا أنا من مواليد هذا المنزل، افتخر في هذا الشيء، وكثير من الناس يسألوني، يقول لدرجة أنه أشخاص كثيرين يقولون أنت ولدت هنا في نفس القرية؟ قلت ولدت نفس القرية هذه، تربينا كل شيء. طبعا ما كان عندنا إمكانيات، لا كان عندنا تلفزيونات، ما كان عندنا أجهزة، ما كان عندنا نت، ما كان حتى الكهرباء ما كانت موجودة أساسا. مع ذلك عشنا حياة جميلة جدا وحياة سعادة. طبعا حاليا نحن في منزل الشيخ سعيد العنقري، وهذه تعد من أقدم المكاتب موجودة في منطقة الباحة، فحاولنا أن نزودها مجموعة من الكتب. زودناها مجموعة من الكتب بسيطة. وإضافة إلى برضو الصيدلية، أقدم صيدلية موجودة في المنطقة نفسها. فالشيخ سعيد بنى هذه المكتبة كلها كاملة وأثثها وحط فيها كتب ما شاء الله تبارك الله، حتى تكون مرجع له ومكتبة يستسقي منها علمه ما شاء الله.
طبعا أقيم عندنا هنا مهرجانين، مهرجان الدار التراثي النسخة الأولى، مهرجان الدار التراثي النسخة الثانية. فنحن سعيدين أنه يقام عندنا هنا في نفس القرية هذه مهرجانات. ما شاء الله تبارك الله، يعني الناس بدأوا يتوافدون من كل مكان لحضور هذه المهرجانات، وهي عبارة عن مهرجانات تدلك على الإرث القديم والجميل والغالي، غالي في قلوبنا نحن، لأن نحن مواليد هذه القرية، فعارفين قيمة القرية هذه، وعارفين مدى حبنا لها وولائنا للقرية هذه. فحياكم الله، ترحب المطر مجددا في قرية الموسى التراثية. الممر اللي تشاهدونه هذا الضيق والصغير، هذا يا جماعة الخير كان يوم من الأيام نلعب فيه أطفال القرية كلهم في نفس المكان هذا. نحن نشوفه حاليا صغير، لكن كان زمان عندهم يعتبر فسيح. فكانت الساعة دائما نقول الساعة دائما في القلوب وفي الصدور وليست في المكان. وفي نهاية حديثنا هذا قرية الموسى مفتوح لجميع الزوار، ونقول مرحبا هيل عد السيل في قرية الموسى، والله يحييكم جميعا.